ازيكم عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني معاكم ياسمين. النهارده بقى هنكمل سلسله العنايه بالجسم، والنهارده هنتكلم على منتجات ممكن اول مره تسمعوا عنها وكمان فعلا رخيصه وبتجيب نتيجه فوق الخيال. منتجات النهارده كتير قوي جمعتها لكم كلها، طبعا هي كلها عكس بعض يعني تقريبا، بس ان شاء الله هنتكلم في كل حاجه تخص الجسم النهارده، يعني بجد الواحد لما بينظف جسمه ويهتم بنفسه الموضوع بيختلف خالص. فلو انت اول مره تشوفيني اعملي بقى لايك الفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وكمان اي حاجه اكتبيه تحت في الكومنت، انستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات، اعملي فولو عليهم عشان تشوفي كل حاجه جديده قبل ما انزلها هنا كمان على اليوتيوب. واي سؤال طبعا برد هناك اسرع بكتير، وبالذات سناب شات. اول حاجه انا نزلت الفيديو بتاع الحمام المغربي اللي شايفين صورته دلوقتي ده، واللينك تحت هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف علشان تروحوا تتفرجوا عليه بعد ما تخلصوا الفيديو ده تفاصيل مهمه جدا تعمليها لنفسك حمام مغربي في البيت بمنتهى الجمال، ما تحتاجيش لحد ابدا ابدا ابدا. وقد ايه الموضوع ده بيفرق جدا، ما ينفعش حد يبص على جسمك نهائي، انت تعملي كل حاجه بنفسك، وساعتها لما بتتعودي الموضوع بيختلف خالص. سالني على صابون بوبانا. صابون بوبانا مش حلو، مش صابون مغربي خالص، مش حلو. يعني انا قعدت اجربه بالسوق لغايه نصه بالظبط، مش عاجبني خالص ومش حلو خالص. انا حاسه ان هو صابون سايل، يعني هو صابون لريحه وخلاص، ريحه زيت الزيتون وخلاص، زي صابون السايل بالظبط. طبعا الصابون المغربي الكويس والاصلي ده شكله بيبقى في قطع كده وماسكه نفسها، وبتاخدي قطعه زي ما انا شرحت، ان شاء الله هتروحوا تتفرجوا على الفيديو ده. طبعا زي ما قلت قبل كده الصابون المغربي الاصلي ده شكله اهو، بتاخدي قطعه منه بتحطيها في حبه ماء سخنه صغيرين جدا جدا، وانتي بتاخدي شاور بتنضفي جسمك اول ليفه كده، بتلاقيه في جسمك كويس جدا جدا، بتلاقيه في جسمك. بتاخدي الحبه اللي انت حطيتيهم في طبق صغير، القطعه دي بتكون دابت، بتبقى زي العجينه كده، تفرديها على كل جسمك في كل حته في جسمك، يبقى كله تمام. تقعدي بيه 10 دقايق وبعد كده بتاخدي الشاور، وبعد كده بتكيسي نفسك زي ما انت عايزه. لو عايزين تفاصيل اكتر هتلاقوها تحت في الفيديو في صندوق الوصف، زي ما قلت لكم بالظبط بكل تفاصيل اللي انا بعملها بالظبط. كل الناس حرفيا مهما عملوا بيطلع لهم شعر تحت الجلد ومنظرهم كده مبزبز وحاجه وحشه جدا. احسن كريم ممكن تجربوه في العالم ده كريم اسمه اكراد، ده حلو قوي 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 بجد. بعد اسبوع واحد مش هتلاقي شعر تحت الجلد، بس تعمليه بانتظام. الطريقه بتاعته ازاي بقى؟ ركزي معايا في الطريقه عشان دي مهمه جدا. طبعا انتوا شايفين فرشه الجسم دي مش عند كل الناس، بس انصحك تكون عندك. اي دهون في جسمك متراكمه، عندك سلوليت، عندك اي حاجه، مع الاستمرار على الفرشه دي صدقيني جلدك بيتجدد وبتجددي بشرتك، وفي نفس الوقت بتطلعي الشعر اللي تحت الجلد. انا بعمل ايه بقى علشان انا في جسمي زيكم بالظبط، عندي زي جلد الوزه كده. اول حاجه بعمل جسمي كله تقشير على الناشف، بعمل جسمي كله، كل حته في جسمي اعملها 5 مرات كل حته. بعد كده بخش اخد شاور، بعد الشاور اطلع احط الكريم بتاع اكراد ده. الموضوع بيبقى سهل جدا وحلو جدا. انا طلع لي حبايه جامده جدا في ظهري، حبايه جامده جدا في اي حته بس في جسمك، بحط عليها ده ادبالين. اوكي، حتى الشعر اللي تحت الجلد لو لقيتي مكان فيه حبايه ما تعمليش بالفرشه خالص خالص خالص، وسيبي الحبايه تاخد كده مجراها الطبيعي يومين والحبايه تختفي، واوعي تعملي بالفرشه لان الحبايه هتتفقع وتنتشر في رجليكي كلها، في جسمك كله، في فخدك كله، ايا كان الحبايه فين. ولازم تتعودي تعملي دي حتى لو جسمك بقى كويس. دي بتجدد الجلد، دي بتشد الجلد، بتخلي جسمك بيلمع من غير ما تحطي عليه اي حاجه في الدنيا. تاني حاجه بقى مهمه عايزه اقول عليها، اي حته في جسمك غامقه، ركبك، ظهرك، اي حتى مكان الاماكن الحساسه، اوكي، تحت الابط، اي حته في جسمك غامقه تعملي ده. احنا دلوقتي في الصيف بتاخدي شاور كل يوم، الماسك ده بالظبط حطيه 5 دقايق وانت في الحمام على اي مكان غامق في جسمك. ده برده من بوبانا. عارفين ده سعره كام؟ ده سعره 35 جنيه، وش، ظهر، ايد، رجل، كل حاجه. يعني انا برجع من بره كل يوم لازم احطه على وشي، لازم. ده بفيتامين اي واللبن او الحليب، عشان في ناس مش عارفه يعني ايه لبن، بينور الوش جدا، بيديكي نضاره انك تستعمليه لما تاخدي شاور عشان جسمك كله يبقى زي ما بيقولوا نظيف. نضفي جسمك الاول، طبعا انت بتنضفي جسمك الاول بالفرشه دي، بعد ما بتنضفي جسمك تحطي الماسك، بعد ما بتحطي الماسك بتخشي الحمام تاخدي شاور وتليفي جسمك، تنضفي جسمك، وبعد كده بتحطي بقى اي كريم اي حاجه. بس في خطوه انا بدات اعملها اليومين دول، حسنت شكل جسمي جدا وحسنت ملمس جلدي، وحسيت جلدي مشدود وجلدي كده. عارفين اللمعه اللي بتبقى في الرجلين الممثلين واللمعات دي؟ طبعا هما بيحطوا زيت وبيحطوا حاجات، انا اللمعه دي اكتشفتها طبيعيه. عارفين الزيت التدليك بتاع الجسم ده زيت مهم جدا، وانا النهارده جايه اقول لكم كمان انواع. جسمك هيتشد، جسمك هينور، البقع اللي فيه مع الوقت هتختفي، زائد الحمام المغربي اللي انت هتعمليه لنفسك كل شهر. بجد هو روتين كده، جسمك ده هينور، جسمك ده هيفرق جدا في كل حاجه. اللي معايا ده صحيح، اللي معايا ده زيت جوز الهند بيور، اسمه غريب كده، هحط لكم اسمه على الشاشه على فكره. في منه احجام، هو بيوصل سعر الاحجام الكبيره قوي لغايه 3000 جنيه. اللي انا جايبه الصغير ده تقريبا ب 80 جنيه، 200 جنيه، في ب 300 جنيه، في ب 500 جنيه، في ب 1000 جنيه. منه
منه اسعار كتير قوي قوي قوي. انت بتجيبي الحجم اللي انت عايزاه، بس انا بعمله مره واحده في الشهر. اول حاجه فيه زيت اسمه فوكس، ده زيت تدليك فيه كله روايح عطريه بتدلكي بيه جسمك وبتحسني شكل جسمك حلو قوي، وفي نفس الوقت الريحه بتخليكي هاديه وفي استرخاء كده. لما تحسي ان انت مكتئبه ومش طايقه نفسك ومش طايقه العالم اللي حواليكي، حطي بقى الزيت المساج المهدئ للاعصاب، قد ايه هيفرق جدا جدا في حياتك. تاني زيت معانا زي ما انتم شايفين صورته كده اسمه السوبر سليب، ده سعره 100 جنيه. ده بصوا، ده ريحه الزهور، الياسمين على ريحه الورد البلدي، ريحه بصوا البنفسج. دلوقتي انا الكريم اللي ثابته عليه ومش عارفه اغيره، والله حرفيا ما عارفه اغيره، هو الكريم ده من بوبانا. طبعا انا شفته في حاجات بحبها من بوبانا وفي حاجات ما بحبهاش. انا بحب الكريم ده، سعره 74 جنيه بس، ده في منتهى الجمال، ده خطير، ده بالورد حقيقي بيرطب جدا جدا، ما بيعملش طبقه تلزيق على الجسم، بحيث ان جسمي مترطب، جلدي مترطب مش ناشف. انصحك بس جربي، هيفرق معاكي جدا. تاني حاجه طبعا هو اللوشن بتاع ايفا ده بصراحه عبقري. مش كل الانواع بحبها من ايفا، طبعا في حاجات تنفع للبشره الحساسه وفي حاجات ما تنفعش، يعني النوعين دول ينفعوا جدا للناس اصحاب البشره الحساسه في منتهى الجمال. وانا كمان عملت روتين كامل للجسم، يعني بصي لو معاكي 100 جنيه هتعملي روتين كامل لجسمك. اللينك تحت كمان في صندوق الوصف هسيبه عشان تتفرجوا عليه للناس المبتدئين في العنايه بالجسم، وواحده واحده انت هتخشي في السكه. لو انت معكيش فلوس تجيبي الكريمات اللي غاليه دي بالنسبه لك، يعني واحد ب 90 جنيه واحد ب 74 جنيه، تجيبي العينات. انا بروح اي مكان زي مثلا بابلز دي عاملين كريم للجسم كله ب 50 جنيه، جميع الروائح اللي انت عايزاها. ممكن تروحي كمان تاخدي عينات من هناك. انا لما بشتري حاجه بحب اخد عينات اجربها، وبعد كده تاني يوم اروح اشتري، بجربها على ايدي وانام بيها واصحى تاني يوم ايدي التهبت، طب الريحه موجوده، طب في ترطيب عامل قد ايه، قعد معايا الترطيب لغايه الصبح ولا ما قعدش لغايه الصبح. لازم انت كمان تعمليها، لما تدفعي فلوس في حاجه تعرفي ان هتاخدي النتيجه اللي انت عايزاها، وده شيء مهم جدا. وبابلز انا اتكلمت عن كل منتجاتها تحت في صندوق الوصف، ممكن تروحوا كمان تتفرجوا عليها، هتعجبكم جدا جدا، وتعرفوا كل الاسعار وتعرفوا كل المنتجات وتعرفوا كل المنتجات اللي تستحق الشراء قبل ما تروحوا. وكمان احلى حاجه كمان في بوبانا لما بتعمل احجام كبيره بتعمل احجام صغيره، فانت ممكن تجربي كل حاجه قبل ما تروحي تشتري. يعني الحجم الكبير ده ب 74 جنيه، الحجم الصغير تخيلوا بكام؟ ب 23 جنيه. هو صغير يعني يكفيكي مرتين عشان تجربي قبل ما تروحي تشتري، فدي حاجه كويسه جدا. بس دول اهم حاجه انا بستعمله بالفتره دي وماشيه عليهم بجد. غيروا بصي هيخلوكي تحبي نفسك. لما بتحبي نفسك هتدلعي نفسك، هتظبطي نفسك، خلي نفسك في احسن صوره. على فكره مش شرط اللبس يكون واو ومش شرط شكلك يكون واو، صدقيني لما تحبي نفسك هيطلع على وشك. انا زمان طول الوقت شايفه نفسي مش حلوه خالص بجد. لما بدات اهتم بنفسي حاجه في حاجه في حاجه في حاجه في حاجه، فانت لما تهتمي بنفسك هتحبي نفسك، تشوفي نفسك حلوه، الناس هتشوفك بنفس النظره اللي انت شايفه نفسك بيها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك الفيديو، اشتراك في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد من انا ياسمين. ولو اي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت، انستجرام، سناب شات، فيسبوك، اللي انت عايزاه. اشوفك على خير الفيديو الجاي. باي باي.